انتهت كأس الأمم الآسيوية آه، بفوز المنتخب القطري بكأس الأمم الآسيوية المرة الثانية على التوالي. وطبعا لازم نبارك للجانب القطري والشعب القطري واللاعيبة القطريين كلهم على الإنجاز الكبير جدا في كأس الأمم الآسيوية. ونقول هارد لك للمنتخب الأردني اللي قدم بطولة عظيمة ما أعتقدش إنها تتكرر تاني بالنسبة للمنتخب الأردني، وإن كنت أتمنى، لأن بالفعل قدموا لنا مجموعة لعيبة ممتازين، قدموا لنا تكتيك رائع، قدموا لنا مدرب عنده خبرة كويسة جدا، حسين عمود. طبعا لازم اشكر الجانب القطري على التنظيم. ناس نظمت كاس العالم، وبالتالي كاس الامم الاسيويه بالنسبه لهم تعتبر حاجه يعني صغيره بحجم، مش بحجم كاس العالم. وان كان تعمل مقارنه بين كاس الامم الاسيويه وكاس الامم الافريقيه، وتتفرج على التلفزيون هنا والتلفزيون هنا، او المباراه هنا والمباراه هنا، تحس ان الدنيا منوره في قطر والدنيا مظلمه جدا في كوت ديفوار، ما اعرفش ليه. ولكن طبعا لازم اشكرهم على النقل، على التصوير، على الاخراج، على الاجواء، على شكل بطولة كأس الأمم الآسيوية. فعلا حاجة تشرف، حاجة تشرف، حاجة تقول تحس إن هي كأس عالم، تحس إن هي محفل كبير جدا. هو محفل كبير، إنما بالمقارنة بالناس التانية الغلابة المظلومين جدا في قارة أفريقيا في كوت ديفوار، الموضوع صعب جدا يا جماعة. ومع ذلك في إيجابيات بالنسبة لكأس الأمم الآسيوية زي ما قلتها: النقل والتصوير والإخراج والطبيعة، الجو العام بالنسبة للبطولة. حتى الامور التكتيكيه، انا وجهه نظري الامور التكتيكيه اللي موجوده بالنسبه لكاس الامم الافريقيه اعلى كتير جدا من كاس الامم الاسيويه. المنافسه والليفل اعلى بالنسبه لكاس الامم الافريقيه، اعلى من الليفل الاسيوي. احنا بنتكلم عن اربع مدارس، خمس مدارس موجودين في القاره الاسيويه، وكلهم خرجوا، وخرجوا باداء غير جيد. كان في مفاجاه، المفاجاه كانت المنتخب الاردني. المنتخب القطري كان متوقع وصول المباراه النهائيه، لانه فعلا منتخب معد بشكل جيد جدا. بنتكلم على 10 15 سنه في موضوع اسباير، وده يحسب للجانب القطري الاهتمام بجانب كرة القدم، حتى وان كان فشلوا في كأس العالم بالنسبة كمنتخب. انما لما نيجي نتكلم على ليفل التحكيم، على الرغم من البنية التحتية والمستوى المادي والمستوى المعيشي ومستوى الاجواء اللي موجودة في اسيا، التحكيم سيء جدا. التحكيم من اسوأ ما يمكن. التحكيم بقى اعتماده بنسبة 99.9 على الفار فقط لا غير. بالمقارنة بالحكم اللي بيحكم في القارة الافريقية، لا بنية تحتية ولا معيشة ولا أجواء ولا أمور مادية. يمكن الحماية بس من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة فقط لا غير، إنما غير كده مفيش أي حاجة. ومع ذلك الحكم الأفريقي أعلى كمستوى، كأداء، كشخصية، كلياقة. وده بيورينا الحكام المصريين والحكام اللي موجودين في القارة الآسيوية والحكام الموجودين في القارة الأفريقية. ده جانب سيء بس أنا خدته أو شفته أو لاحظته، على الرغم من كل الطفرة الكبيرة جدا اللي موجودة فيها في آسيا. ولكن أفريقيا متطورة جدا تحكيميا يا جماعة. احنا عندنا أسماء كبيرة في التحكيم، عندنا اسماء في البطوله دي ظهروا بشكل اكثر من رائع. مقارنه بس حبيت اعملها، وهي مقارنه التحكيم هنا والتحكيم هنا. وزي ما قلت، هنا ليفل عالي جدا في المعيشه وفي الاقامه في كل شيء. والناحيه الثانيه ناس غلب على قد حلو، على قد حالهم. مع ذلك لا، الحكم عنده شخصيه، موجود في الملعب، قراره قبل كل شيء. هفوات قليله جدا. انما طبعا بنتكلم على حكم رائع اسمه الحكم الافريقي. ده زي ما اسيا اهتمت بكل شيء، المفروض تهتم بالحكم الاسيوي، او تخليه يبعد عن التفكير عن الفار، لان الفار اثر على شخصيه الحكم وخاصه في القاره الاسيويه. انما افريقيا انا شايف ان احنا احسن كتير جدا في موضوع التحكيم الافريقي. تحياتي. وهي مقارنه بس، وان كان طبعا النهارده بنتكلم على بطوله افريقيا هتنتهي النهارده الكوت ديفوار بسبع ارواح. صحي خمس ست مرات في البطوله ووصل للفاينل. طبعا مع نيجيريا بفيكتور، بموسيس، بلوكمان، لعيبه ممتازين جدا، ببيسيرو اللي عنده تجربه في المنطقه العربيه ومع النادي الاهلي في مصر. نتمنى التوفيق. انا بالنسبه لي اتمنى بصراحه كوت ديفوار، انا بحب الكوت ديفوار كفرقه، كشكل، وكحتى اللون الاورنج زي المنتخب الهولندي. وعشان حتى ديدي دروجبا اللي شفته فرح، مش مصطنع، ولكن هو حابب المنتخب بتاعه يوصل فاينل ويكسب كاس الامم الافريقيه. دروجبا ادانا درس كمان انه بيحب المنتخب، مش عشان هو يظهر في شو، لا، عشان هو ديدي دروجبا ابن كوت ديفوار. فرق كبير جدا ومدرسه مختلفه بين عقليه بعض اللعيبه العرب اللي متواجدين، اللي بيصطنعوا الفرح، اللي بيصطنعوا الشو امام الجماهير. انما في النهايه بنتكلم على ديدي اللي مع فرقته من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. تحياتي ونتمنى التوفيق. ولكن الاهتمام بالحكم العربي والاهتمام بالحكم المصري مهم جدا جدا، والاهتمام بالحكم الافريقي مهم جدا. مش بتكلم على الامور
الماديه، ولكن اهتمام في كل شيء. دي رساله النهارده، وصباح الخير وتحياتي لكم.